مش لازم تبقى ضخم وقوي عشان تعمل مشاكل. الكلمة دي لو هنطبقها فمفيش أحسن من الكائن اللي هكلمك عنه. الكائن ده صغير لدرجة إنك مش هتشوفه بعينيك، بس غير العالم. هو المسؤول عن أول انقراض كبير في تاريخ الأرض، يعني بسببه الحياة على الأرض قربت من النهاية. بس هو كمان اللي فتح الباب لتنوع الحياة على الأرض. إزاي؟ تعالوا نشوف. الكائن ده هو سيانوبكتيريا، خلية واحدة. كان أول صور الحياة اللي ظهرت على الأرض. ظهرت إزاي؟ ده واحد من الأسئلة اللي ملهاش إجابة لحد دلوقتي. المهم إنها ظهرت من 3.5 مليار سنة في حقبة تسمى بالأركيان. السيانوبكتيريا كانت خلية واحدة ما فيهاش نواة ولا أي أعضاء تانية. وقت ما ظهرت كان الغلاف الجوي للأرض مختلف تماما عن الغلاف الجوي اللي بنتنفسه النهاردة. الغلاف الجوي وقتها كان نيتروجين وثاني أكسيد الكربون وميثان. الأكسجين وقتها كان داخل في تركيب المية وملوش وجود في الجو، والحياة كلها كانت في المية، عبارة عن بكتيريا وميكروبات لا هوائية، يعني مش محتاجة أكسجين عشان تعيش. بس بين 3.5 مليار سنة و2.5 مليار سنة، واحدة من الميكروبات دي بتعيش على سطح المية طورت أسلوب حياة جديد. البناء الضوئي. أجزاء من الغلاف الخلوي بتاعهم قدرت تاخد الطاقة من ضوء الشمس وتحول المية وثاني أكسيد الكربون لغاز الأكسجين وسكر يمدها بالطاقة. البناء الضوئي اداهم أفضلية كبيرة عن باقي الأنواع اللي عايشة معاهم في المحيط. دلوقتي بقوا يقدروا يصنعوا طاقتهم من مصادر مش بتخلص زي الشمس والمية وثاني أكسيد الكربون، فحصل انفجار كبير في أعدادهم. ولما أعدادهم تضاعفت بدأوا يلوثوا الجو بفضلاتهم اللي هي الأكسجين. في البداية الأكسجين ما كانش مشكلة كبيرة عشان كان بيتفاعل مع الحديد ويكون أكاسيد الحديد، وعشان كده الأركيان مشهور بطبقات الحديد. بس بعد ملايين السنين السيانوبكتيريا بقت تنتج أكسجين بمعدلات أسرع وبدأ يتراكم في الجو، ودي كانت مشكلة كبيرة لباقي الكائنات اللي عايشة معاها، عشان الجو اللي اتملأ أكسجين ده بقى مسمم بالنسبة لهم. وده وصلنا إن من 2.5 مليار سنة حصل انقراض لتقريبا كل الحياة على الأرض ما عدا السيانوبكتيريا. الجيولوجيين بيسموا الفترة دي The Great Oxygenation Event أو الكارثة الأكسجينية، ودي ما كانتش المشكلة الوحيدة. الميثان واحد من الغازات اللي معروف عنها إنها بتحبس حرارة الشمس على الأرض وبتعمل احتباس حراري. لما الأكسجين زاد اتفاعل مع الميثان وكون ثاني أكسيد الكربون ومية، ودول مش هيعرفوا يحبسوا الحرارة بنفس كفاءة الميثان، وده خلى حرارة الأرض تنخفض بشكل كبير لحد ما وصلنا لأول عصر جليدي في تاريخ الأرض، ويعتقد كمان إن هو الأطول. The Huronian Glaciation استمر أكتر من 300 مليون سنة. الأرض كانت عبارة عن كرة بيضة من التلج، بس في النهاية الأرض اتظبطت من تاني لما الكائنات الهوائية ظهرت وبقت تتنفس أكسجين وتسحبه من الجو، وخلصت الأرض من الأكسجين الزيادة، وفضلت نسبة الأكسجين طالعة نازلة لحد ما وصلت للنسبة 21% اللي موجودة عليها النهاردة. بالرغم من إن السيانوبكتيريا كانت على وشك إنها تنهي الحياة على الأرض، بس برضه ما ينفعش ننسى إن كان ليها دور كبير إنها تزدهر بعد كده. وجود الأكسجين في الغلاف الجوي للأرض ادى فرصة للكائنات الهوائية إنها تتنوع وتبقى معقدة أكتر. وغير كده كان ليها دور كمان. من مئات ملايين السنين واحدة من الميكروبات ظهرت كانت بتبلع السيانوبكتيريا، والعملية دي كان اسمها اندوسيمبيوسيس. والميكروب ده بقى يعمل بناء ضوئي عن طريق خلية السيانوبكتيريا اللي بلعها، عشان يبقى بعد كده أول خلية نباتية، وتكون السيانوبكتيريا هي البلاستيدات الخضراء في الخلية دي، العضو المسؤول عن البناء الضوئي في النبات النهاردة. سيانوبكتيريا لسه موجودة معانا دلوقتي وبتعيش في كل البيئات على الأرض، في المحيطات، في المياه العذبة، في التربة وفي الصخور، ولسه بتطلع أكسجين للغلاف الجوي وتسحب النيتروجين وترجعه للتربة عشان يزود خصوبتها ويزود إنتاج النباتات. هي صحيح كانت هتقضي على الحياة في مرحلة ما، بس ما نقدرش نعيش من غيرها. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. وما تنساش دول.